بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا طلبة تالتة اعدادي في كل مكان، عاملين ايه؟ معاكم مستر محمد رافع مدرس رياضيات. ان شاء الله النهارده مع اخر حلقة واخر حصة معانا ان شاء الله هنحل مع بعض نموذج استرشادي مهم جدا 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 جدا. نزل لنا نماذج استرشادية كتيرة، خدنا النموذج الاسترشادي بتاع محافظة الجيزة. نسمي الله كده ونصلي على النبي. نبدأ بالايه؟ نبدأ بالهندسة، وربنا يكرمكم ان شاء الله ومعاكم باذن الله. وان شاء الله ان شاء الله كلنا نقفل ونجيب احسن الدرجات، ونقابلكم ان شاء الله السنه الجايه في البكالوريا والثانويه العامه. سمي الله كده وصلي على النبي. اول سؤال بيقول لك انا معايا مربع طول ضلعه 7 سم. كلام جميل كلام جميل. عايز ايه؟ قال لك انا عايز محيطه. طيب ايه القانون بتاع محيط المربع؟ محيط المربع بيساوي طول الضلع في 4. انت خدتها وانت صغير. يعني انت عندك محيط المربع، محيط المربع بيساوي الضلع اضربه في كام؟ 4. هو مديك الضلع بكام؟ ب7، فسعادتك هتمسك ال7 تضربها في 4، فلما تضرب 4 في 7 هيدينا كام؟ هيدينا 28. هتدور في الاختيارات على 28 هتلاقيها الاختيار رقم كام؟ رقم ب. رقم 2 بيقول لك عدد محاور التماثل نصف دايرة. بص يا باشمهندس، عدد محاور التماثل للدايرة عامة عدد لا نهائي، فهو أكيد حاطط لك في الاختيارات عدد لا نهائي، فأنت خليك ذكي. لما يقول لك عدد محاور التماثل لدايرة عدد لا نهائي، لكن لما يقول لك عدد محاور التماثل ربع دايرة، نص دايرة، تلت دايرة، من غير جدال من غير نقاش هو محور تماثل واحد بس. محور تماثل واحد بس. رقم 3 بيقول لك في الشكل المقابل أنا عندي قياس زاوية أ ب50. لو أنت جيت بصيت كده أنت عندك زاوية أ دي يا باشمهندس زاوية محيطية. جميل جميل. مين القوس بتاعها؟ القوس بتاعها اللي هو مين؟ ب ج. حلو. عايز قياس زاوية ب م ج. لو جينا بصينا على زاوية ب م ج دي زاوية مركزية وليها نفس القوس اللي هو ب ج، وانت عندك قاعدة بتقول لك ان الزاوية المحيطية بتساوي نص المركزية. فانت لو عايز تجيب المركزية بتعمل ايه في المحيطية؟ هنضاعفها. فلو هي ب50 يبقى الزاوية دي بكام؟ ب100، عشان 50 و50 يدينا 100، فتاخد 100 من الاختيارات اللي هي الاختيار رقم كام؟ رقم ب. بعد كده بيقول لك في الشكل المقابل، ده سؤال مقالي، خلي بالك هو حاط لك 3 اختر، ده سؤال مقالي يعني لازم خطوات يا باشمهندس. بيقول لك دائرة طول نصف قطرها 5 سم. لو جينا بصينا على الشكل كده، ده ب5 سم اللي هو مين؟ اللي هو م س، يبقى ده ب5 سم. وعندك برضو م ع ده دكتور نصف قطر، يبقى ده كمان بكام؟ ب5 سم. حلو حلو. وبيقول لك انا عايز طول ع ص، انا عايز طول الحتة دي. حلو جدا. طب نعمل ايه؟ انت يا باشمهندس لو انت جيت بصيت هتلاقي ان س ص ده اصلا مماس، وميم س ده نصف قطر، فانت هتقول له بما ان، نعدل بس الخط ده، م س عايزين الاسود اهو، بما ان م س عمودي على س ص. ليه؟ لان ده نصف قطر وده مماس، يبقى اذا قياس زاوية س بيساوي كام درجة؟ بيساوي 90 درجة. حلو حلو جدا. لو انت جيت خلعت المثلث ده بره كده، عندك هنا 5 دي مثلا م، ودي س، ودي ص، وعندك دي 12. كلام جميل. وعندك دي زاوية قائمة. اي حد شاطر وعاقل ومحترم هيقول لي يبقى انا هروح لعمي فيثاغورس. هنجيب طول مين؟ هنجيب طول م ص. يبقى انا هقول له من فيثاغورس، المكان بس ضيق عندنا، في المثلث م س ص هجيب طول م ص. م ص هيساوي م ص ده يا باشا الضلع اللي في وش القائمة، يعني وتر يعني كبير. فانت هتقول جذر. جذر مين؟ 5 تربيع زائد 12 تربيع. هتحسب ده بمخك برجلك بإيدك يطلع لك كام؟ 13 سنتي. يبقى انت عرفت كده ان م ص يا دكتور بتساوي 13 سنتي. الحتة دي كلها ب 13. جيت انا يا دكتور خدت منها الحته دي اللي هي اسمها م ع واديتها لك ان هي ب5. طب انت عرفت منين ان هي ب5 يا ابني؟ ما هو نصف قطر، ما هي انصاف الاقطار مالها متساويه. فبالتالي لما اجي اقول لك انا معايا حته ب13 خدت منها ب5، يبقى الثانيه بكام؟ يبقى انت هتقول لي انت قصدك ان انت عايز تقول ان ع صاد اللي انت عايزها هي عباره عن 13 نطرح منها ال5 يدينا كام سنتي؟ يدينا 8 8 سنتي. بعد كده مدينا 3 أسئلة اختر. ماشي يا ريس. بيقول لك ايه في اختر؟
بيقول لك نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منهما بنسبة كام إلى كام من جهة القاعدة؟ من جهة القاعدة بنسبة 1:2. خد بقى دي عندك عشان جت قبل كده في الجيزة. من جهة القاعدة بنسبة 1:2. ممكن بقى يلعب معاك لعبة، يقول لك بنسبة 2 إلى كام؟ فدي بقى فيها مشكلة. أنت حافظ 1:2 من جهة القاعدة أو 2:1 من جهة الرأس. طب لو قال لي 2 إلى كام؟ اوعى تقول 2:1، لأ. لو قال لي من جهة القاعدة يبقى يعني 2:4، يعني 3:6، يعني 4:8. الناس اللي بتذاكر فاهمة إن دي نسبة، فأنت لو بسطتها هتديك برضو 1 إلى كام؟ إلى 2. يبقى نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منهما بنسبة كام إلى كام من جهة القاعدة؟ بنسبة 1:2. رقم 2 بيقول لك المماس لدائرة طول قطرها 12 سم يبعد عن مركزها. أنت يا ابني لو عندك دايرة كده، الدايرة دي فيها قطر، القطر ده ب12، حصل. قال لك يا باشمهندس انا هحط لك هنا مماس، المماس جاي اهو. المماس ده بيبعد عن المركز قد ايه؟ طب ما هو ده المركز ودي كلها ب12، القطر كله ب12، يبقى نصف القطر ده ب6 ونصف القطر ده ب6، يبقى يبعد عن المركز قد ايه؟ قال لك يبعد عن المركز 6 سم. رقم 3 سؤال جميل بيقول لك لا يمكن رسم دائرة تمر برؤوس، المربع ينفع نرسم برؤوسه دائرة، المستطيل ينفع نرسم برؤوسه دائرة، المثلث ينفع، المعين لأ ما ينفعش نرسم بالمعين دائرة تمر برؤوس المعين. ما تروحش بقى انت تعمل لي فيها عم ايه فان كوخ وترسم لي معاه تقول لي كده يا مستر دي ده بيضة يا حبيبي، كده ده شكل بيضاوي مش دايرة، فما ينفعش نرسم دايرة تمر برؤوس ايه؟ برؤوس معين. بعد كده بيقول لك في الشكل المقابل انا عايزك تثبت ان م س بيساوي م ص. ماشي، اثبت ازاي ان م س بيساوي م ص؟ بصيت على المعطيات كده بصه حلوه، لقيت يا مستر محمد ان ا د بيوازي ب ج، وانا عندي قاعده بتقول لي لو وتر بيوازي وتر يبقى القوس بيساوي القوس، ولو القوس بيساوي القوس يبقى الوتر بيساوي الوتر. انت بتقول يا مستر بص يا ابني، انت عندك ا د بيوازي ب ج، فانت هتقول له بما ان ا د بيوازي ب ج، قشطه. اذا قياس قوس ا ب بيساوي قياس قوس د ج. حلو جدا. ومادام القوس بيساوي القوس فسعادتك تقدر تقول لي ان الوتر ا ب بيساوي الوتر د ج. اذا ا ب بيساوي د ج، دي معلومه خليها دلوقتي على جنب. ماشي. الراجل قال لك ايه يا باشا؟ قال لك ان م س نازله عمودي، وقال لك ان ص في المنتصف. فانت درست من اول دروس الهندسه ان لو عندك ص في المنتصف يبقى م ص نازله عمودي عامله هنا زاويه قائمه، فانت هتقول له بما ان م ص عمودي على، او انا اسف الاول احنا ما قلناش منتصف، فانت هتقول له ايه؟ بسم الله، بما ان ص منتصف. ص منتصف مين؟ قال لك ص منتصف د ج. اذا م ص عمودي على د ج. حلو. وانت قايل لي ان م س عمودي على مين؟ على ا ب. ما دام م ص عمودي على د ج يبقى انا اقدر اقول ان م ص دي اسمها بعد، وما دام م س نازله عمودي على ا ب ده اقدر اقول ان اسمها بعد. وانت فوق قلت لي ان ا ب بيساوي د ج، الوتر بيساوي الوتر. ايوه، ما دام الوتر بيساوي الوتر يبقى البعد بيساوي البعد، يبقى اذا البعد م س بيساوي البعد م ص، وهو ده اللي هو ايه عايزه. بعد كده برضو جايب لك 3 اسئله اختر، يعني انت كده لو ركزت الاجمالي بتاعك كام سؤال؟ اختر 9 اسئله. طيب بيقول لك ا ب ج شكل رباعي دائري مش مرسوم، نصيحتي ارسم اي شكل رباعي، ادي ا ادي ب ادي ج ادي د. حلو جدا. بيقول لك يا دكتور ان قياس زاويه ا ب 80 درجه، قياس زاويه ا دي ب 80 درجه. من خواص الشكل الرباعي الدائري ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان. اوعى تقول متساويتان، الكلام ده في شبه في متوازي الاضلاع. كل زاويتان متقابلتان متكاملتان يعني الزاويه دي اللي في وشها بتكملها،
طب هي ب80 يبقى الزاوية ج اللي في وشها بكام؟ ب100 عشان لو جمعت 100 زائد 80 يدينا 180. هتبص في الاختيارات هتلاقيها الاختيار رقم كام؟ رقم ب. رقم 2 بيقول لك إذا كان سطح الدائرة م تقاطع سطح الدائرة ن بيساوي أ. معنى إن الدائرتين اتقاطعوا في نقطة معناها إن هما متماستين يا من الداخل يا من الخارج، بس ركز في التفاصيل. إيه التفاصيل؟ إن الراجل هنا قال لك سطح الدائرة، ما قالش الدائرة. لو قال الدائرة يبقى أنت عندك حالتين، يا من الداخل يا من الخارج، يعني يا كده اتقابلوا في ألف في نقطة مين؟ ألف أهو، أو كده واتقابلوا برضو هنا في نقطة ألف. لكن الراجل قال لك سطح، كلمة سطح دي معناها إن هما متمستان من الخارج، لأن سطح تقاطع سطح لو الدائرتان دول متمستان من الداخل هيبقى الدائرة الصغرى تقاطع الدائرة الكبرى بتساوي سطح الدائرة، لو سطح الدائرة الكبرى تقاطع سطح الدائرة الصغرى هيساوي سطح الدائرة الإيه؟ الصغرى، فبالتالي الحالة دي عندك هما من الخارج عشان كلمة سطح، فهناخد متمستان من الإيه؟ متمستان من الخارج. رقم 3 بيقول لك الزاوية المحيطية المرسومة، خلي بالك كان عندنا ترند احنا كده، الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دائرة قائمة. في النموذج ده وفي نموذج برضه موجود معانا في التقييمات حليناه معاكم، بيقول لك الزاوية المحيطية المرسومة في ثلث دائرة. المرسومة في ثلث دائرة يعني تلت في قياس الدايرة اللي هو كام يا مستر؟ 360. طب تلت في 360 بكام؟ 120. طب هي ال 120 دي زاوية ايه؟ أكيد يا مستر زاوية منفرجة. بعد كده جايب لك سؤال مقالي بيقول لك ايه؟ ه تنتمي لألف ب شعاع، وه لا تنتمي لألف ب، يعني من البلدي كده يا باشمهندس ه دي موجودة فين؟ بره. وقياس زاوية ألف ب، قياس قوس ألف ب بيساوي 110، الراجل مديك القوس ده ب 110 ومديك زاوية، بس خلي بالك الزاوية دي ما كتبهاش على الشكل، الزاوية دي ما كتبهاش على الشكل، فركز في التفاصيل دي بعد إذن حضرتك. هو بيقول لك إن قياس زاوية ب د ج ب 25، الزاوية دي ب د ج الزاوية دي كده ب 25. كلام محترم، كلام زي الفل. طيب عايز زاوية مين؟ قال لك أنا عايز زاوية ج ب ه. بص كده معايا أنهي زاوية؟ ج ب ه. طب ما تيجي الأول نشتغل على الأقواس. مش أنت عندك قوس ب 110؟ هو أنت مش تقدر تقول لي إن القوس ده الزاوية دي زاوية محيطية؟ طب إيه علاقة الزاوية المحيطية بالقوس؟ الزاوية المحيطية بتساوي نص القوس. فأنت تقدر تقول له بسم الله بما أن قياس زاوية ب د أ ب د أ بيساوي نص قياس القوس أ ب، هيساوي نص في 110، نص ال 110 55 درجة، يبقى الزاوية اللي فوق دي يا باشمهندس ب 55 درجة. حلو حلو. وتكتب له بقى تحت كده شوية حنكشة منك إن قياس الزاوية المحيطية بتساوي، كتاب العربي أيوه، نص قياس الزاوية نص القوس المقابل إيه؟ لها. حلو حلو. طب بستار كده يبقى الزاوية دي كلها بكام؟ أنا معايا 55 و5 يبقوا 60 وكمان 20 يبقوا 80، يبقى الزاوية اللي جوه دي كلها زاوية د ب 80 درجة. طب بقول لك إيه؟ لو أنت عندك شكل رباعي دائري والزاوية دي ب 80، تبقى الزاوية اللي بره بكام؟ يا مستر ده أنا عندي خاصية في الرباعي الدائري بتقول إن قياس الزاوية الخارجة بتساوي قياس الزاوية المقابلة للمجاورة، الخاصية اللي أنت ما بتعرفش تحفظها دي. فسعادتك هتقول له يبقى الزاوية دي ب 80. طب أكتبها له إزاي؟ هتقول له بما أن أ ب ج د رباعي دائري، أ ب ج د رباعي دائري، إذا قياس الزاوية الخارجة، قياس الزاوية الخارجة اللي هي اسمها ج ب ه، يبقى ج ب ه بيساوي قياس الزاوية المقابلة للمجاورة اللي هي اسمها ج د أ أو أ د ج. أنت جبتها بكام؟ ب 80، يبقى الزاوية دي بكام؟ ب 80، وهو ده اللي هو إيه؟ عايزه. تاني يا مستر كده سريعا، حضرتك عندك هنا ويت أهو، سعادتك عندك هنا الزاوية دي احنا عايزين نجيبها، وهو مديك الزاوية ج د ب د ج ب 25 ومديك القوس ده ب 110، فجبت نص ال 110 بقت 55، بقت الزاوية دي كلها عبارة عن 55 زائد 25، 55 و25 هيدينا 80 ايه؟ هيدينا 80 درجة، وقياس الزاوية الخارجة بتساوي قياس الزاوية المقابلة للايه؟ للمجاورة.
تعالى كده نكمل مع بعض. بيقول لك في الشكل المقابل أ ب مماس مشترك للدائرتين عند ب. ماشي. بصيت على الشكل اتخضيت. عبيط. وأ ج مماس للدائرة الصغرى. حلو أ ج أهو. وأ د مماس للدائرة الكبرى أ د أهو. أ د بيساوي س زائد 7 اوجد قيمة س. طب ما تيجي نلعب لعبة. تعالى يا مستر نلعب لعبة. بص يا باشمهندس. لو أنا اشتغلت على الدايرة الصغرى ورسمت هنا مماس ورسمت هنا مماس، مع إنها معاقة بس مش مشكلة، عندنا امتحان بكرة يلا نخلص. دي أ ودي ب ودي ج ودي ب10 سنتي. فسعادتك ممكن تقول له في الدائرة الصغرى بما أن أ ب بيساوي أ ج. ليه يا مستر؟ عشان بنقول عليهم قطعتان مماستان مرسومتان من نقطة خارج الدائرة. يبقى أنا أقدر أقول إن أ ب بتساوي هي كمان 10 سنتي. كلام جميل، كلام زي الفل. طب وبعدين يا مستر؟ تعالى بقى يا باشمهندس ارسم لي الدايرة الكبيرة فيها مماس وفيها مماس. معلش بس عشان ايه مش عارفين نقعد كويس. المماس ده يا مستر هنا فيها أ وفي هنا د وهنا في ب. انت مديني ان أ د بس زائد 7 وانا ربنا كرمني الحمد لله وجبت أ ب ب10. فانا هقول له في الدائرة الكبرى بما أن أ ب بيساوي أ د. ليه؟ قطعتان ممستان مرسومتان من نقطة خارج الدائرة. أقدر أقول إن أ د بيساوي س زائد 7 بيساوي 10. بقت معادلة أي عيل مننا يقدر يحلها. موجب 7 تطلع بره سالب 7 يبقى س بتساوي 10 ناقص 7 اللي هي كام؟ اللي هي 3. بعد كده بيقول لك في الشكل المقابل س أ وس ب ممسان. س أ وس ب ممسان. حلو جدا حلو جدا كويس. عايزين نكبر شويه. وقياس زاويه أ س ب ب70 وقياس زاويه د ج ب ب125. اثبت ان أ د بيوازي مين؟ س ب. طب اقول لك ايه؟ تعالى الاول بس كده نلعب في الشكل شويه وبعد كده نرجع مع بعض بهدوء كده وبالراحه نكتب البرهان. لو انا يا باشمهندس كبرت لك الشكل ده وبصيت عليه سعادتك هتقول لي انت تعرف ان أ د ج ب ده او أ ب ج د ده رباعي دائري. ومن خواص الرباعي الدائري ان كل زاويتان متقابلتان متكاملتان. طب بقول لك يا مستر ما تيجي نكتبها. طب انت هتستفاد ايه؟ اصبر. هستفاد ان الزاويه دي ب 125. همسك ال 180 اشيل منها ال 125 هيدينا كام يا مستر؟ هيدينا 55. يبقى الزاويه دي ب 55. يبقى الزاويه دي ب 55. طب ما تيجي نكتب الكلام ده ببرهان. تعال اكتبه لك باحلى برهان. هتقول له بسم الله الرحمن الرحيم بما ان تعال نكبر الخط سيكا أ ب ج د أ ب ج د رباعي متدور. إذا قياس زاوية الزاوية اللي أنا جبتها زاوية أ يبقى قياس زاوية أ أو ممكن تقولها د أ ب بيساوي هنخليها د أ ب 180 ناقص 125 يدينا 55 درجة. كلام جميل كلام زي الفل. هو انت فاكر في المساله اللي فوق لما جينا اتكلمنا عن الممسات المرسومه من نقطه خارج الدائره قلنا الممسات دي بتبقى ممسات متساويه. فلو جينا كبرنا الشكل كده وسالت حضرتك سؤال س أ هيساوي س ب. ليه؟ قطعتان ممستان مرسومتان من نقطه خارج الدائره. فلو جينا رسمنا بره كده عندي هنا س وعندي هنا أ وعندي هنا ب وانا اقدر اقول يا مستر ان الضلعين دول متساويين عشان س أ مماس وس ب مماس. فتيجي تكتبها لي كده. اقولها له ازاي دي يا مستر عشان ما انساش؟ هقول له بما ان س أ بيساوي س ب لان هما قطعتان ايه اهو. تقول له لان انا مش عارف ايه اللي طالع دوت بس ما علينا. س أ وس ب ممسان للدائره او تبدا بيها مش هتفرق في ايه مش هتفرق في حاجه. اذا ده بقى مثلث متساوي الساقين. خلي بالك مديك هنا مثلث متساوي الساقين ومديك زاويه الراس دي ب 70. 70 يعني زاويه أ هتساوي زاويه ب. ايوه. يبقى تقدر تنزل تحت كده وتقول له اذا
قياس زاوية أ لما تيجي تقرأها ب3 حروف هيبقى اسمها س أ ب، يبقى قياس زاوية س أ ب بيساوي قياس زاوية س ب أ بيساوي 180 ناقص زاوية الرأس اللي فوق ناقص 70 تقسمها على الاتنين، 180 ناقص 70 110 اقسمها على الاتنين يدينا 55. حلو حلو. تعالى كده يا مستر، انت كده قلت لي ان احنا جبنا الزاوية اللي هي دي، تعالى نصغر الخط ب 55 والزاوية دي ب 55 مش هتفيدنا بحاجة. ممكن بس اختبر ذكائك، اختبر يا مستر. شايف الخط ده الألف ده اهو، ده الألف. شايف الخط س ب؟ س ب. مش في قاطع وصل بينهم اسمه أ س؟ أيوه. مش أنت لسه جايب الزاوية دي ب70 ولسه جايب الزاوية دي ب55 و55، لو جمعت 55 و55 يدينا 110. كده لو جمعت ال100 زائد ال70 يدينا 180. كده هم عاملين حرف يو، كده هم في وضع تداخل يبقى توازي. اكتبها ازاي؟ اقول لك تكتبها ازاي. هتقول له بما ان مالك يا حاج، قياس زاوية د أ س، احنا كتبنا الزاوية خلاص مش همسحها، زائد قياس زاوية ب س أ، هما الاتنين لو جمعتهم يدونا 180 وهما في وضع تداخل. إذا أقدر أقول له بقلب جامد إن الضلع ده بيوازي الضلع ده، يبقى إذا أ س أو أ إيه؟ أ د اللي أنت عايزها بتوازي س ب، وهو المطلوب إيه؟ إثباته. تعال نكمل مع بعض. جايب لك سؤال كده لطيف بيقول لك في الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع. من خواص متوازي الأضلاع اللي سعادتك لازم تكون عارفها إن كل زاويتان متقابلتان متساويتان، والنبي ركز مش متكاملتان. اثبت إن الشكل ده، الشكل الكيوت الجميل ده، رباعي دائري. طيب ما تيجي نلعب لعبة. إيه هي؟ كبر لي الشكل ده كده وتعالى أنا وأنت أسألك سؤال. تقدر تقول لي هو قياس زاوية أ مش هيساوي قياس زاوية ج؟ يعني زاوية 1 هتساوي زاوية 2، زاوية 1 هتساوي زاوية 2. ليه؟ من خواص يا باشا الشكل الرباعي أو المتوازي الأضلاع كل زاويتان متقابلتان متساويتان. طيب هو أنت مش مديني إن الضلع ده بيساوي الضلع ده؟ أيوه. يبقى أنا أقدر أقول إن الشكل أو المثلث ده مثلث متساوي الساقين؟ أيوه. ومن خواص مثلث المتساوي الساقين إن كل زاويتان أو زاويتي القاعدة متساويتان، يبقى أقدر أقول إن زاوية رقم 1 بتساوي زاوية رقم 3. أيوه، يبقى زاوية رقم 1 بتساوي زاوية رقم 3. لحد هنا هنقف. اكتب لي اللي أنت فهمته وبعدين ارجع، الحوار هيخلص في ثانية إلا ثانية. تعالى يا عم نكتب البرهان اللي أنت كتبته لنا ده. صغر كده الخط ونسمي الله. هنقول له بما أن أ ب ج د لا رباعي ايه ده؟ انا كمان اتسطلت، مش رباعي. متوازي اضلاع. قشطه قشطه. اذا قياس زاويه 1 بيساوي قياس زاويه 2، بس اكتبهم لي بقى يا حبيب قلبي بالحروف. قياس زاويه 1 اللي هي قياس زاويه أ بيساوي قياس زاويه 2 اللي هي قياس زاويه ج، وتسمي دي المعلومه الاولى. وبعد كده هتقول له بما ان الضلع أ ب بيساوي الضلع ب ه، يعني المثلث ده مثلث متساوي الساقين. أيوه، يبقى زاويتي القاعدة متساويتان، يبقى إذا قياس زاوية رقم 1 بيساوي قياس زاوية رقم 3. زاوية رقم 1 اللي هي زاوية أ، زاوية رقم 3 ما تقولش ه، قول أ ه ب، يبقى أ ه ب، ونسمي دي المعلومة التانية. تعالى كده يا قلب قلبي، 1 بتساوي 2، 1 بتساوي 3، 1 بتساوي 2، 1 بتساوي 3. طير 1 من 1 يتبقى إن قياس زاوية 2 بيساوي قياس زاوية 3، يبقى إذا قياس زاوية رقم 2 بيساوي قياس زاوية رقم 3.
زاوية رقم 2 اللي هي اسمها إيه؟ اللي هي اسمها ج. طب زاوية رقم 3 اللي هي اسمها إيه؟ أ ه ب، يبقى أ ه ب. لحد كده فيها مشكلة؟ لأ. خلاص أنا خلصت؟ خلصت. ليه؟ تعالَ أقول لك. لو أنت عندك شكل بالمنظر ده، تعالَ بس كده إيه، ده شكل كده رباعي. قشطة؟ قشطة. الزاوية دي رقم 2. لو أنت ربنا كرمك وأثبتت إن الزاوية اللي برّه دي اللي هي رقم كام؟ 3 هُم الاتنين متساويين، فتقدر تقول إيه؟ أقدر أقول إن كل زاويتان أو قياس الزاوية الخارجة بتساوي المقابلة للإيه؟ للمجاورة، فهاقول له إذًا قياس زاوية ج بيساوي قياس زاوية إيه؟ أ ه ب، وهنقول له تحت كده قياس الزاوية الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة. إذًا الشكل اللي أنت عايزه اللي هو ج د ه ب رباعي دائري. قشطة؟ قشطة. تعالَ كده مع بعض نشوف آخر سؤال معانا في النموذج بتاع الهندسة. بيقول لحضرتك هنا سؤال جميل جدًا إن شاء الله وده متوقع 2026 إن شاء الله. بيقول لك المثلث أ ب ج مرسوم داخل دائرة وأ د مماس، أ د ده مماس، ماشي. س تنتمي لأ ب وص تنتمي لأ ج حيث س ص بتوازي ب ج، س ص بتوازي ب ج. اثبت إن أ د ده مماس للدائرة المارة بالنقط أ س ص. طيب بُص يا باشا، ممكن أخلع لك الرسمة برّه شوية. إزاي يا مستر؟ يعني أنا لو جيت رسمت لك بس معلش الرسمة هتبقى معاقة شوية. دي دايرة وده مثلث. أدي أ وأدي ب وأدي ج. أنا رسمت لك برّه كده مماس. وجيت قُلت لك يا باشمهندس إن أنت عندك هنا س وهنا ص. حلو؟ حلو. طيب باقول لك إيه، هو أنت تقدر تقول لي التوازي ده هيفيدنا بإيه؟ أنا فاكر يا مستر في تانية في أولى إعدادي في الترم الأول في وحدة التوازي، حضرتك قُلت لنا لمّا يكون في توازي يبقى الزاوية اللي فوق دي هتساوي الزاوية اللي تحت بالتناظر، والزاوية دي هتساوي الزاوية دي بالتناظر. فأنت تقدر تقول له بما أن س ص بيوازي ب ج، إذًا أو عايز بقى تقول له إن أ ج قاطع لهما يبقى كتر ألف خيرك ما كتبتش عادي. إذًا قياس زاوية ج بيساوي قياس زاوية أ ص س، ويا سلام لو كتبت لي بالإيه؟ بالتناظر وتسمي دي المعلومة الأولى. نقدر ساعتها يا باشا نقول إن زاوية 1 مثلًا بتساوي زاوية 2، اكتبها كده على جنب، 1 بتساوي 2. قشطة؟ قشطة. دي برشامة ليك أنت كده. طب باقول لك إيه، هو أنا لو جيت كلمتك عن الزاوية دي د أ ب، زاوية إيه؟ دي زاوية مماسية. مين القوس بتاعها؟ القوس بتاعها أ ب. طب لو جيت كلمتك عن الزاوية دي، اصبر بس نحاول نغير اللون. دي زاوية إيه؟ دي زاوية محيطية. مين القوس بتاعها؟ القوس بتاعها أ ب. فأنت تقدر تقول له بما أن قياس زاوية بيساوي قياس زاوية، لأن أنا عندي زاوية محيطية بتساوي المماسية المشتركة معها في القوس اللي هو اسمه أ ب. طب قياس الزاوية المماسية اسمها إيه؟ د أ ب، يبقى د أ ب. طب قياس الزاوية المحيطية أقدر أقول ج؟ أقدر أقول ج. طب ما تيجي نسمي الزاوية المماسية دي وليكن كام؟ 3. طب ما تيجي أقول لك كده، 1 بتساوي 2 و3 بتساوي 2، يلا بينا العب لعبة. 1 بتساوي 2، 3 بتساوي 2، طيّر 2 برّه الاتنين، يبقى تستنتج إيه؟ أستنتج إن قياس زاوية 1 بيساوي قياس زاوية 3، ما تكتبها ببرهان، يعني أنا ممكن أسمي دي 2 وأسمي دي 1 وأقول له من 1 و2 أنا هاستنتج إيه؟ أستنتج إيه؟ أستنتج إن قياس زاوية 1 بيساوي قياس زاوية 3. زاوية 1 دي يا باشمهندس اللي هي اسمها أ ص س، يبقى أ ص س. وزاوية 3 دي اللي هي اسمها د أ ب، د أ ب. ماشي، ما هو الزاويتين دول يعني
متساويين. طب وبعدين؟ هاقول لك وبعدين. أنت يا ابني عندك المثلث أهو اسمه أ، س، ص، وربنا كرمك واداك ده كده وقال لك اثبت لي إنه مماس، وأنت ربنا كرمك ومشيت وجريت في المسألة أثبتت إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. لو جينا تخيلنا إن هنا في دايرة، هتقول لي يبقى الممسية بتساوي المحيطية، بس خلي بالك دي ممسية بس مش ممسية، ومحيطية بس مش محيطية. فأنت هتقول له إذًا قياس زاوية أ، ص، س بيساوي قياس زاوية د، أ، ب، وهما مرسومتان على القاعدة المشتركة اللي هي أ، س، إذًا أ، د مماس للدائرة اللي أنت عايزها. كده يا باشمهندس، كده يا أبطال، إحنا الحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله وخلصنا وعملنا معاك اللي إحنا قدرنا عليه. ربنا يكرم إن شاء الله ويوفقك بإذن الله. أتمنى إن إحنا ما نكونش قصرنا معاكم في أي حاجة. دعوة حلوة بالله عليك كده من قلبك، اعمل لنا كده شير للفيديو ده عشان يوصل لأكتر ناس. امتحان مهم، امتحان متوقع، عايزين الفيديو يوصل لأكتر ناس. لو أنت فاكر لنا حاجة كويسة معاك أو استفدت منها بمعلومة واحدة بس، ابعته لكل زمايلك. وان شاء الله ان شاء الله باذن الله مستنيينكم السنه الجايه ان شاء الله، سواء كنت ثانويه عامه سواء كنت بكالوريا، هندغدغ الدنيا وهنكسر الدنيا مع بعض باذن الله. ربنا معاكم باذن الله واشوفكم على كل خير.